هانوفيل. مفيش أمان. الحيطان ليها ودان والأرض ليها أسنان بتاكل اللي بيمشي عليها. خالد راح يصيد بس لقى نفسه سلعة في مزاد. عارفين مزاد ايه؟ مزاد الموت. شاشات بتعرض لحمك، تلاجات بتحفظ موتك، والبنت اللي بتعيط في الشقة اللي جنبك مش محتاجة مساعدة، هي محتاجة قلبك. اجهز. ساعة من الرعب الواقعي اللي هيخليك تخاف من خيالك في المراية. حكايتنا النهاردة حكاية سلخانة العجمي. في أماكن في مصر تحس إن الزمن وقف فيها، وإن الهدوء فيها مش طبيعي، هدوء بيخنق. حكاية النهاردة مش عن عفاريت ولا عن جن، حكاية النهاردة عن خالد. خالد شاب زي أي شاب بيروح من شغله في القاهرة ورايح يقضي أجازة الصيف في شقة عيلته القديمة في الهانوفيل في العجمي. الشقة دي مقفولة بقالها 10 سنين، ريحتها تراب قديم جدا وبخور ميت. خالد وصل 12 بالليل، الشارع كان ضلمة كحل، مفيش غير صوت تلاطم الموج البعيد وصوت كلاكسات الميكروباصات على الطريق الرئيسي. خالد دخل الشقة. خالد دخل الشقة، فتح الشبابيك عشان يدخل هوا البحر. الدنيا كانت ساكتة تماما. حط شنطته، دخل المطبخ يعمل كوباية شاي. فجأة سمع صوت جاي من الحيطة اللي بينه وبين الشقة اللي جنبه. خالد وقف. كوباية الشاي اللي في ايده افتكر ان جيرانه لسه صاحيين. الخبط زاد، بقى تزييق كأن حد بيجر حاجة تقيلة على الأرضية الخشب. خالد قال بصوت عالي: يا جماعة، في حد هنا؟ لو سمحتم الصوت عالي. الرد ما كانش كلام، الرد كان ضحكة. ضحكة طفلة صغيرة، ضحكة مكتومة كأنها بتضحك وهي مخنوقة. تاني يوم خالد سأل البواب عن الشقة اللي جنبه. البواب وشه اتخطف وخاف، بص حوالي بخوف. يا أستاذ خالد، الشقة دي مقفولة بقالها 20 سنة، من ساعة ما أصحابها ماتوا في حادثة طريق، ومحدش دخلها من ساعتها. خالد ريقه نشف، قعد في شقته طول اليوم ومش قادر ينام. الساعة دقت 3 الفجر، الصوت رجع تاني، بس المرة دي ما كانش خبط، كان صوت بكاء. بكاء طفلة بتستنجد: يا ماما، تعالي خديني، أنا سقعانة هنا. خالد مش قادر يتحمل، مسك الشاكوش وبدأ يكسر في الحيطة بهستيريا. كان عايز يعرف ايه اللي جوه الشقة دي. خالد كسر أول بلاطة وخرج منها ريحة عفن، فورمالين تخلي الواحد يغمى عليه. بص في الفتحة اللي كسرها بالكشاف، ملقاش أوضة، لقى سرداب ضيق، سرداب مليان تلاجات، تلاجات ضخمة متوصلة بأسلاك كهربائية عشوائية. وفي آخر السرداب شافها الطفلة الصغيرة. كانت قاعدة على تلاجة من التلاجات، وشها كان شاحب كأنه ورق شجر. عيونها كانت ممسوحة تماما ومحطوط مكانها صواميل مصدية. البنت كانت بتبص للكشاف، ضحكت الضحكة المكتومة تاني وقالت: يا عمو، انت جيت تملى التلاجة؟
خالد خالد وقع على ركبته. هو ما كانش في شقة مهجورة، هو كان في سلخانة للأعضاء البشرية. الشقة اللي جنبه كانت عبارة عن مخزن للعيال اللي بيتخطفوا في العجل، والبواب هو المخبر اللي بيراقب الضحايا. في اللحظة دي خالد سمع صوت مشي وراه، التفت لقى البواب واقف معاه، منشار كهربائي وعيونه كانت بتلمع بشراسة. آخر حاجة خالد شافها قبل ما يغمى عليه كانت البنت الصغيرة وهي بتقرب منه وبتقوله بصوت ميت: المعلم منصور قال لي إن قلبك دافي قوي، محتاجين ننقله لمكان أحسن. خالد محبوس جوه السرداب، مربوط بقفيز بلاستيك في كرسي حديد. تلاجات حواليه بتفتح وتقفل لوحدها. بيشوف المعلم وهو لابس مريالة، جلد غرقانة في دم، وبيمضي على أكياس فيها أمانات بشرية. خالد بيكتشف إن البنت الصغيرة اللي شافها هي بنت البواب اللي ماتت فعلا، بس هما مجمعين جسمها من أجزاء تانية عشان تفضل حية تستدرج الضحايا. خالد بيشوف التجارة بتتم قدام عينه، شاشات كمبيوتر بتعرض كتالوج للأعضاء البشرية. بيدخل ناس لابسين لبس شيك جدا ومعاهم شنط فلوس عشان يستلموا الطلبيات. الرعب هنا إن خالد بيتم عرضه لايف على الموقع، والمزايدة بتبدأ على فصيلة دمه النادرة. الكهرباء بتقطع في الفيلا فجأة بسبب ضغط التلاجات. خالد بيقدر يفك ايده بجزء من سيراميك مكسور، يبدأ يسحب في مواسير الصرف الضخمة بتاعة الفيلا. بيشوف في المواسير بقايا الناس اللي اترمت بعد ما اتفضت. بيلاقي مخرج، بس المخرج ده بيودي لإيه؟ للمطبخ بتاع البواب. خالد بيحاول يهرب من باب المطبخ، بيلاقي البواب قاعد بياكل بدم بارد. المواجهة هنا نفسية. البواب بيحكي له إن خالد مش أول واحد من عيلته يدخل الشقة دي، وإن أبوه باع عمه زمان لنفس الجماعة عشان يسد ديونه. خالد بيفقد الثقة في كل حاجة، وبدأ يهلوس بصوت عمه اللي بينادى عليه من تحت الأرض. آه. البوليس بيقرب من المنطقة. العصابة بتقرر تتخلص من الأدلة. بيبدأوا يدبحوا في كل اللي موجودين. خالد بيستخبى جوه تلاجة ميتين فاضية. بيشوف البنت الصغيرة وهي بتقتل أبوها البواب بدم بارد، لأن المعلم أمرها بكده. الفيلا بتتحول لبركة دم، وخالد يحبس أنفاسه جوه التلاجة. والأكسجين بيخلص. الفجر بيطلع والبوليس بيدخل. بيلاقوا خالد شبه ميت جوه التلاجة. بيخرجوه، بس خالد ما بيقدرش يتكلم، لسانه اتقطع وهو في الإسعاف. بيبص من الشباك، بيشوف البنت الصغيرة واقفة بعيد، لابسة فستان جديد وماسكة ايد راجل شيك تركب عربية مرسيدس. الراجل بيبص لخالد ويغمز له: اللعنة ما انتهتش يا خالد، اللعنة انتقلت، بس المكان أرقى بكتير. خالد بيفوق في المستشفى، لقى نفسه في مستشفى فخيمة جدا. المستشفى بس ملهاش اسم ولا يافطة. بيحاول يتكلم، بيلاقي حنجرته متخيطة. بيكتشف إن الممرضة اللي بتديله الدواء هي البنت الصغيرة، بس على شكل شابة كبيرة. كأن الزمن في المكان ده بيتحرك بمرونة مرعبة. يعرف إنهم زرعوا جواه جهاز تصنع بعصب ودنه. خالد بيزحف في طرقة المستشفى بالليل. بيدخل أوضة الأرشيف، بيلاقي ملف ضخم عليه اسم عيلة الجرحي، عيلته. بيفتح الملف ويلاقي صور لأبوه وجده وأعمامه، وكل واحد فيهم متباع بالقطعة.
يكتشف إن تمن الشقة اللي كان رايح يصيف فيها كان دمه هو. أبوه ما قبضش فلوس، أبوه قبض عمر زيادة مقابل حياة ابنه. آه. المستشفى بتتحول لقاعة مزاد فخمة. خالد بيشوف المعلم لابس بدلة رسمية وبيستقبل ضيوف من أغنى أغنياء العالم. الرعب هنا إن المزاد مش على أعضاء خالد، المزاد على وعي خالد. هم عايزين ينقلوا عقل ملياردير عجوز لجسم خالد. خالد بيشوف المنشار بيقرب من راسه وهو صاحي ومشلول. آه. اسكندرية بتبدأ تكسر في المستشفى. المبنى اللي على البحر بتيجي عاصفة شديدة. المية بتبدأ تطلع على غرف العمليات، والكهرباء بتعمل ماس، والأجهزة بتنفجر. خالد بيستغل الفوضى دي وبيقتل المعلم بآلة جراحية حادة. المستشفى بتبدأ تنهار ويغرق في البحر. خالد يعوم وسط الجثث والمية المالحة والدم. خالد بيصحى على رمل الشط في منطقة مهجورة. بيلاقي جنبه شنطة سودا كانت مع الملياردير. بيفتحها بيلاقي فيها فلاشة ومفتاح دهب. يكتشف إن الفلاشة عليها عناوين لكل السلاخات اللي في مصر. خالد بيقرر ما يروحش للبوليس لأن البوليس جزء من اللعبة. بيقرر إنه يبقى المنتقم. آه. خالد بيرجع القاهرة بشكل جديد تماما. عمل عملية تجميل لنفسه من الفلوس اللي لقاها. بيأجر شقة فوق المقر الرئيسي للجماعة في المعادي. بيبدأ يراقبهم واحد واحد. الرعب هنا إن خالد بدأ يستمتع بالدم. بدأ يحس إنه بقى أرعب منهم بكتير. خالد بيعزم أبوه على العشاء مطعم فخم. أبوه مش عارفه. خالد بيحط لأبوه السم في الأكل، وقبل ما أبوه يموت خالد بيمال على ودنه بيهمس يقول له تمن الشقة غالي أوي يا حاج. التحصيل بدأ. خالد بيمشي في شوارع القاهرة والمطر بيغسل الدم من على إيده وهو سامع صوت خبط في مواسير الشارع. يا ترى ده خبط مين؟ يا ترى ده خبط مين؟ انت فاكر ان اهلك بيحبوك؟ انت متأكد انك مش وديعة؟ من العجم للمعادي. خالد رجع، بس مش خالد. المرة دي مفيش فيها تلاجات. المرة دي فيها انتقام.